مرحبا بكم في قناتي. اليوم عنا دبارة سهلة وبنينة وبخلطة سحرية عجيبة باش نكتشفوها مع بعضنا في الفيديو. تبعونا وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتعطيوني رايكم. نبداو على بركة الله. نصفوا البروكلو متاعنا، نغسلوه مليح مليح، نحطوه في طنجرة، نحطوله شوية رند، شوية ملح، ونخليوه يطيب يتصمت. نحضروا الصوص متاعنا، بصل، طماطم، ونفوحوا كما العادة تابلو كروية، فلفل احمر، طماطم معجونة، شوية هريسة، ونخلط كل شيء ونخليه يتقلى. بعد ما تقلى نزيدو شوية ماء دافي. توا البروكلو متاعنا قاعد يتصمت. الصوص نزيدها شوية ثوم وشوية نعناع شايح ونخليها تطيب. توا البروكلو متاعنا حضر، باش نمشيو توا للخلطة العجيبة اللي قلت لكم عليها. اول حاجة نبداو بها نحطو الحليب، كعبتين عظم، 4 مغارف من الفارينة، نجمو بعد تزيدو راه خاطر انا زدت شويه فرينه اخرى انت والفرينه اللي عندك، خاطر الخلطه لازم تجي خاطره شويه. نزيدو فرماج، جبن كاري ولا اللي عندك معناها مثلثات، الجبن اللي عندك. توا نبدا نفوح شويه تابل، شويه نعناع شايح، وشويه ملح، وكركم. والخلطه العجيبه متاعنا سي حضرت. انا زدت هوني شويه نعناع شايح، حبيتها تجي فاوحه مليح. ونبدا نحط الكعبات متاعي، نغطسهم مليح 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 في الخلطه متاعنا، ومن بعد نقليهم في زيت سخون، يكون سخون بالكدا بالكدا. ونكمل نواصل العمليه كيكا نكمل الكعبات الكل. ما تصوروش قداش جاو بنان 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 برشا. جربوها الخلطه هذه راهي حاجه بنينه برشا. كي قعد لي الخليط بعد ما كملت الخلطه العجيبه هذه، يزينا نعملوا بها حاجه اخرى مش باش نطيشوها احنا. شو عملت انا؟ اللي بقالك البروكلو هذاك الصغير معناها هابي شويه، رفسته وحطيته في الخليط هذاك باش نعمل بيه حاجه. فرجوا معايا. خلطته مليح مليح، ومن بعد زدت الفارينه، حطيت يكون 4 مغارف زيت فارينه، وقعد نخلط فيها مليح مليح مليح. وطلعوا شنو باش نعمل بها؟ باش نعمل بها فطاير بروكلو. معايا انا ما يتلوح شيء. وحطيت شويه زيت وعملت فطاير، والله جاو بنان برشا. جربوهم. هكا هوني حضرت فطيره عشان نحضر، ان شاء الله يكون عجبكم. هكا ضربنا عصفورين بحجر، عملنا حاجتين بحاجه واحده. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره، والحمد لله حمدا مباركا فيه.